السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض مخبوزات جميلة جدا، يعني العجينة هتبهرك حقيقي. طعمها جميل وهشة جدا وطرية، وهنعملها بحشوات كتير. هتقدري تعمليها بشوكولاتة بيضة، بشوكولاتة غامقة، بالمربى، وهنعمل منها حادق بالجبنات زي ما انتي حابة. وشوفي معايا كده العجينة طرية ازاي. شايفة العجينة طرية جدا وهشة وحلوة جدا لولادك وهم رايحين المدرسة. ومقاديرنا بسيطة وسهلة، عبارة عن نص كيلو من الدقيق، ومعانا معلقتين كبار من السكر ورشة الملح ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة تانية كبيرة من اللبن البودرة. لو مش متوفر عندك اللبن البودرة تقدري تستغني عنه وتحطي بدلها معلقة كبيرة من الخل. هناخد حوالي 3 معالق من الدقيق واحطهم في البولة، واحط السكر وهحط الخميرة معايا، وهحط رشة الملح، ومعايا مية دافية. هقلب الكلام ده كده واسيبه 10 دقايق كده يخمر زي ما انت شايفة كده. هي تفاعلت معايا الخميرة، وبعد ما لقيتها ان هي تفاعلت ابتديت احط بيضة في التانية، هما بيضتين 2 عشان يدوا طراوة معايا للعجينة. قلبتهم كده بالمضرب السلك زي ما انت شايفة، وحطيت الفانيليا. وبعد كده هبتدي اكون محضرة اللبن البودرة اللي هي المعلقة اللي قلتلك عليها، لو مش موجودة تقدري تستغني عنها وتحطي معلقة من الخل. بعد كده دفيت كوباية من اللبن صغيرة وحطيتها وقلبتها، وبعد كده هبتدي احط مقدار الدقيق اللي هو النص كيلو معايا. اخر حاجة بقى بحطها معايا مكعبتين من الزبدة في العجين، في اخر حاجة بحطها. وبخليها بعد كده بقى تكون عجينة طرية زي ما انت شايفها كده. وهبتدي ان انا اقسمها عشان عايزة الونها. انت تقدري تحطيها كده من غير الوان، بس انا حبيت ان انا الونها معايا عشان ولادك تحب العجينة بتاعتك، تبقى عايزة تدوق من كل لون. لونتها بالأحمر، ولونت لون تاني بالأصفر، وسبت اللون التالت بالأبيض. دلوقتي عندي تشكيلة جبن. عندي جبنة فيتا بطعم الرومي، وجبنة فيتا سادة حطيت عليها زيتون، وحطيت معايا الجزر. يعني اللي ولادك تحبه هتقدري تحطيه. وحضرت طبعا جبنة موتزاريلا معايا، ومعايا سمسم عشان الوش. دلوقتي انا فردت العجينة زي ما انت شايفة كده، وهبتدي احط فيها الجبن اللي انا عملتها. ويا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. دلوقتي انا حطيت خلاص الجبن اللي انا عايزاها والموتزاريلا. هبتدي ان انا الفها رول كده زي ما انتي شايفة، وطبعا بلفها بالراحة، ومش عايزاها ان الجبنة تخرج معايا، يعني ما تحطيش الجبنة على الحرف. هقفل كويس كده زي ما انت شايفة، علشان طبعا مع التخمير معايا العجينة ما تفتحش. وهبتدي كده أأكد عليها، وبعد كده هبتدي أقطعها زي ما انت شايفة كده قطع مش كبيرة. وهبتدي ان انا احطها في الصاج بتاعي. الصاج ده انا حطيت له ورق زبدة، علشان طبعا الجبنة لما هتسيح ممكن هتضايقني في الصاج وتلزق، فورق الزبدة ده هيحميها ان هي ما تلزقش. وطبعا انا كده بضغط عليها زي ما انت شايفة، عشان هي برضو مع التخمير هتعلى معايا. كده احنا خلصنا الشكل الاولاني. هنعمل مع بعض شكل تاني برضو، هنحط فيه نوع جبن تانية زي ما انت شايفة. وطبعا الحشوات دي برضو بتاعتك انتي، تشوفي برضو ولادك تحب ايه تقدري تحط لهم بسطرمة، تحط لهم بيفي، تحط لهم اللي انتي عايزاه تقدري تحطيه، لان العجينة دي جميلة جدا. يعني الحشوات بتاعتها روعة. وتقدري تعمليها بالخضار، لو عايزة تحطي لحمة مفرومة، تحطي بانيه، تحطي بسلة. ممكن برضو تحطي انواع من الخضار للولاد، هتبقى برضو طعمها جميل جدا ومغذية في نفس الوقت. دلوقتي احنا حطينا نوع تاني من الجبنة. انا طبعا حطيت فلفل، وحطيت فيه طماطم على الجبنة الفيتا دي، وحطيت لها برضو زيتون. وابتدي ان انا احط كده فيها زي ما انت شايفة، وبتك على الجوانب، بقفلها كويس قوي عشان الجبنة ما تخرجش معايا. وباجي في اخر العجينة ببتدي ان انا اقطعها بالسكينة كده شرايح، وبلفها تاني علشان تديني منظر حلو مع التخمير بتاعي. هنعمل مع بعض واحدة تانية. برضو فردناها كده، وحطيت حشوة الجبنة وبتكة من الحروف علشان الجبنة ما تخرجش. وبعد كده باخد السكينة وببتدي ان انا اقطعها زي ما انت شايفة كده، وبساوي طبعا العجينة علشان تبقى كلها متساوية.
لما بلف العجينة ما تبقاش حتت طويلة، ولو في حتت طويلة معايا في العجينة بقطعها. هنعمل شكل تاني اللي هو البتيبان الصغير، الولاد برضو كلها بتحبه. هنجيبه ونحشي برضو بيه الجبن زي ما انت عايزة. زي ما قلتلك برضو الحشوات دي بتاعتك انتي، تشوفي الولاد بتحب ايه وتقدري تحطيه. حطينا طبعا حشوة الجبنة والموتزاريلا، وبرضو بقفل عليها كويس قوي واهتم بالجناب عشان مش عايزة الجبنة تخرج من السندوتشات الصغيرة اللي احنا عاملينها. بقفل كده بقى الحروف كويس قوي معايا علشان ما تفكش معايا في التخمير. تقدري ان انت تسيبيها بالشكل ده تبقى شكل الباتيه، بس طبعا احنا عشان عايزين نعمل البيتي بان الصغير بتاع الاولاد، احنا دلوقتي بعد ما قفلنا الحروف بنلفها كده علشان تبقى شكل الساندوتش الصغير. بعد كده عندي صفار بيضة، هحط عليها حاجة بسيطة من القهوة عشان زفرة البيض، وبعد كده بحط عليها شوية من اللبن وبقى بقلبها كده بالشوكة زي ما انت شايفة، وهبتدي ان انا ادهن وش المخبوزات بتاعتي. بكون محضرة بقى سمسم، تقدري تحطي سمسم، تقدري تحطي حبة البركة زي ما انت عايزة. انا دلوقتي عشان عندي سمسم، بعد ما بخلص الوش بتاع الدهان ده هبتدي ان انا احط على الوش السمسم واسيبها ان هي تخمر، وهشتغل في العجينة التانية. طبعا احنا ملونين العجينة علشان الولاد تحس بفرق بين الطعم ده والطعم ده. هناخد بقى العجينة اللي هي لونها روز دي وهنعملها حلو، هنحشيها بالحلو. هاخد حتة من العجين وافردها زي ما انت شايفة كده، وبعد كده هجيب معايا سكينة واقطع الحواف كلها، وهيبقى معايا شكل مستطيل كده بكوباية او بأي شكل عندك. هنعمل دواير صغيرة، الدواير دي هنطلع منها وردة. هناخد كل دايرة نحطها على حرف الدايرة اللي قبلها لغاية ما تبقى بالشكل ده ورا بعض، وبتك عليها علشان الحروف تلزق مع بعضها، وبلمها كده زي ما انت شايفة بتصبح معايا وردة شكلها جميل جدا. هنعمل برضو وردة تانية من العجينة البيضة، نفس الحكاية برضو قطعنا دواير بيضة وقطعنا دواير روز، 3 أبيض و3 من الروز، وببتدي برضو أحط كل واحدة على حرف التانية وبتك عليها وبلم العجينة تبقى شكل الوردة كده معايا أبيض في روز. هنعمل برضو شكل تاني، هناخد العجينة ونفردها كده نخليها مدورة ونعمل مثلثات. المثلثات دي صغيرة، هنعمل منها كرواسون يكون صغير، هنحشيه برضو بالشوكولاتة، وهنحشيه بالمربى، وهنحشيه بالنوتيلا. يعني برضو الحشوات دي بتاعتك انتي. انا هنا كان عندي الشوكولات شيبس حشيت بيه، عندي شوكولات شيبس ابيض وغامق، حشيت واحدة بالغامق وواحدة بالفاتح، وعندي شوكولاتة نوتيلا برضو عملت بيها، وبرضو كان عندي مربى عملت بيها. يعني الحشوات الحلو دي بتاعتك انتي، ولو عايزاها انها تبقى فاضية طعم العجينة فعلا جميل جدا وطعمها رائع. يعني انتي حتى لما هتعمليها وهتجربيها هتعرفي الفرق بينها وبين اي عجينة تانية ما تكونيش عملتيها بنفس الخطوات دي. هنا فردنا معانا العجينة الروز والعجينة البيضة وحطيناهم على بعض، واي زيادات قطعتها خليت العجينتين دلوقتي مقاس واحد، وهبتدي بمقاس كده دايرة تكون اكبر. هبتدي ان انا اعمل دواير علشان اعمل لها شكل وردة تكون برضو واخدة اللونين مع بعض. بكوباية بدايرة زي اللي معايا دي هتبتدي تعملي الاشكال دي، هنعملها دواير. وهناخد كل دايرة، يعني دلوقتي الدايرة اللي ظهرها روز هنحطها على الدايرة اللي الوش بتاعها أبيض زي ما انت شايفة كده، وهبتدي ان انا اتك عليهم علشان افردها اكتر، علشان لما اجي المها تبقى شكل الوردة معايا. بس الوردة دي عشان هتكون كبيرة انا بقطعها نصين بعد ما بشكل شكل الوردة، هي بتبقى كده بسيبها على الرخامة كده زي ما انت شايفة، وبجيب سكينة وبقطعها نصين فبتصبح معايا وردتين صغيرين. طبعا باقي العجينة دي طبعا احنا مش هنرميها عشان دي شكلين مع بعض، هناخدها ونلفها زي ما انت شايفة كده.
بعد ما لفيناها زي ما أنتِ شايفة كده، هابتدي إن أنا ألفّها وأعكسها يعني زي الفيونكة كده بتاعة البونبون، من ناحية أنتِ بتلفّيها يمين والتانية بتبقى شمال، بتوصل معاكِ للشكل ده، بابتدي إن أنا آخُدها وألفّها زي الكحكة كده، بتبقى برضه منظرها جميل جدًا. باخد برضه باقي العجينة وباعمل نفس الشكل، وبعد كده بابتدي إن أنا أرصّها في الصينية بتاعتي. برضه بادهنها بالبيض زي ما أنتِ شايفة، وطبعًا باكون مشغّلة الفرن علشان الفرن يكون سخن معايا، المخبوزات بتاعتي ما بتغيبش لمّا أنا باكون محضّرة الفرن من قبل. بعد كده باكون بقى محضّرة الchocolate chips بتاعتي اللي هي الغامقة والبيضا، وباحطّها على شكل الكحكات اللي أنا عملتها وشكل الوردة. طبعًا الوردة الروز أنا باحط لها الأبيض، والكحكة اللي هي واخدة اللونين باحط لها الشوكولاتة الغامقة، وبادخّلها الفرن بتقعد حوالي تِلت ساعة أو نُص ساعة إلا 5 دقايق، وبتطلع بالشكل الجميل زي ما أنتِ شايفة كده. وريحة كمان المخبوزات جميلة جدًا، مش قادرة أقول لِك على الريحة اللي هي عاملاها والشكل بتاعها والطراوة بتاعتها زي ما أنتِ شايفة طرية جدًا وهشة جدًا، تقدري تعملي أي كمية وتشيليها في الفريزر للولاد وتطلعيها، مش شرط إن أنتِ تحطيها في الميكروويف، هي مجرد ما بتتحط شوية بتفُك، بتلاقيها بترجع تاني كأنِك لسه عاملاها دلوقتي. وإحنا كده عملنا الحلو وعملنا الحادق، دي بالشوكولاتة الغامقة زي ما أنتِ شايفة طالعة شكلها جميل وطعمها أحلى، ودي اللي بالمربى، ودي اللي بالشوكولاتة البيضا برضه جميلة جدًا، والمخبوزات الحادقة برضه في غاية الجمال وفي غاية الروعة بصراحة، العجينة عاجباني جدًا وطعمها كمان روعة، وإن شاء الله أنتم كمان لمّا هتجربوا الفيديو هتشوفي إن فعلًا الفيديو ده جميل جدًا ويستحق إن أنتِ تجربيه. وبكده فيديو المخبوزات بتاعنا يكون خلص. أتمنى إن يكون الفيديو يكون عجبِك، وما تنسيش لو عجبِك الفيديو لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من الناس يستفادوا منه، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وإن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.